السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. قضية اليوم أو جريمة حلقة اليوم جرت الأحداث ديالها بمدينة خريبكة، وبالضبط في سنة 2011. واحد الولد شاب الاسم ديالو عبد الغني، فعمرو 32 سنة. بالضبط في سنة 2011 كانت في عمرو 32 سنة، ما مزوج ما والو، عايش مع دارهم. الدري مبلي بالكارو، الحشيش، الشراب، الخدمه ما عندوش شي عمل قار، ما عنده لا حرفه لا والو. الدري فقط لا كانوا شي بريكولات، بريكول هنا بريكول هنا. كان مره ملي كيتخصوه الفلوس كيجمع الحديد، الكارطون، البلاستيك، كيجمع داكشي كيبيعو. من غير هادشي الدري كان كيشفر، عنده سوابق عدليه، فات ليه دوز واحد المده سجنيه بتهمه السرقه. تشد المره الاولى كان في عمره 19 عام. كان دخل هو وواحد صاحبه لواحد المحل ديال المواد الغذائيه، شفروه، هزوا منه شي فلوس، هزوا منه شي سلعه، تشدوا من بعد، تحكموا هما بجوج بعامين لواحد. دوز ديك عامين في الحبس، خرج. ملي خرج الدري ماشي دار عقله او كذا، لا، الدري ولا كيتلقى العباد الله كيجريسيهم، ولا ديما هاز موس من الحجم الكبير دايرو تحتو، كيتلقى البنات العيالات كيجريسيهم، كيدي لهم رزقهم. اعتقلوه الجندارم. ملي تشد تحكم ب5 سنين. دوز ديك 5 سنين، خرج. رغم ذلك الدري القباحة هي القباحة، الصداع، المشاكل، يتضارب مع دا يتضارب مع دا، ديما سكران، ديما محيح، ديما مخاصم مع الجيران، مخاصم مع دارهم، مو با خوتو. كان كيشفر الخوتو الحوايج السبرديلات كيديهم كيبيعهم، كيشفر الوالدين الماعن من الدار، يشفر لهم هادي يشفر لهم هادي، كيدي داكشي كيبيعو. ديما هو مخاصم مع عائلته على قبل هادشي، ديما الغوات. الجيران حتى هما كانوا كيتشكاو منه، كان كيشفر لهم الحوايج من الحبوله، اي حاجه بانت ليه كتباع غادي يربح فيها شويه الفلوس كيشفرها يبيعها. هاد الولد هذا كانت هذه هي الحياه ديالو، حتى لواحد الليله تاني عيد الفطر مع الوحده ديال الليل. هاد الولد هذا غادي تلقى مقتول جنب واحد الحيط، واحد السور. واحد السيد جاي هو والعائله ديالو، مراته وولادو، بحسب الكلام ديالهم كانوا جايين من عند عائله مراته، مشاو عندهم داك النهار في الصباح، بقاو عندهم حتى تعشاو عاد جاو. السيد قال بلي الغد لي غادي يصبح خدام، جاو بحالهم جايين للدار ديالهم، كيسكنوا في نفس الدرب فين كيسكن عبد الغني، جايين مع واحد الطريق بيس كدي حتى للدرب فين كيسكنوا. هاد الطريق هادي دايزه جنب داك السور، ما بينها وبين السور 3 متر تقريبا. ديك المساحه ما بين السور وديك الطريق فيها الربيع، الشوك، كذا الى اخره. السيد جاي هو والعائله ديالو، جايين غير بشويه على حساب الطريق، مع الضو ديال الطوموبيل كيبان ليه راه واحد طايح جنب الحيط كله دم. وقف الطوموبيل، نزل، قرب لجيتو، لقى عبد الغني طايح تما كله دم، البلاصه فين طايح كلها دم، لقاه كله مشلخ. بهذا المعنى الجسد ديالو كله محلول، ما كيتحرك، ما كيتنفس، ما حتى شي حاجه، ميت. مشى ديك الساعه قالها لعائلته، والديه، خوتو، جاو لتما لقاو ولدهم ميت، او بالاحرى نقولوا مقتول. تعلموا الدرك الملكي، تعرات النيابه العامه، انتقلوا الجندار من العين المكان. من خلال محضر المعاينه الضحيه تلقى طايح على جنبه اليسر، لابس صرفيط كحله، لابس برديله. عبد الغني تلقى مكرفص مشلخ، متعرض لمجموعه من الجروح الخطيره بآلة حاده، جروح غائره غارقه في يدو، راسو، وجهو، في عنقو، كتافو. من خلال الشكل والحجم ديال الجروح اللي متعرض لها كان واضح انه تضرب بسلاح ابيض من الحجم الكبير، جنويه او سيف. وكثرة الجروح اللي متعرض لهم كان بين ان هذا او هادو اللي ضربوه بقاو غير كيشيروا عليه بداك الموس بعشوائيه فين ما جاتو الدقه. من غير هادشي متعرض لجوج طعنات غائره على مستوى البطن ديالو. من غير الضرب اللي مضروب، القاتل خشى ليه داك الموس في كرشو 2 المرات. بالقرب من الجثه تلقاو شي حجرات مستفين محطوطين تما جنب الحيط، اكيد كيجلسوا عليهم الاشخاص اللي كيكونوا مجمعين تما. تلقات واحد السجاله محطوطه فوق واحد الحجره، تلقاو 2 القنينات ديال الخمر ديال الايطرو طايحين تما. وحده كانت مازال مسدوده، باقا ما تحلات ما والو، باقا عامره، مديوره في كيس بلاستيكي كحل، ميكا كحله. والاخرى تلقات محلوله وفيها غير كميه قليله ديال الخمر، تلقات طايحه تما، تخوات منها واحد الكميه ديال الشراب.
القرعه مادام محلوله كان مشروب منها، وحتى ملي طاحت تخوات منها واحد الكميه، وتلقات علبه سجائر بالقرب من الضحيه باقا عامره، يلا تاخذوا منها جوج السجائر. الضحيه لما تقلبوا ليه الملابس ديالو تلقات عنده فقط واحد الكميه قليله من مخدر الشيره الحشيش، ما تلقات عنده لا فلوس لا تليفون لا حتى شي حاجه، وتلقى عنده سلاح ابيض من الحجم الكبير، جنويه ديرها تحت الحوايج ديالو، خشيه في سروالو. الموس اللي تلقى عنده ما فيه لا دم لا والو. دارت المعاينه، تاخذوا صور احترازيه للجثه ومسرح الجريمه، ترفعوا البصمات من مسرح الجريمه، تنقلات جثه الضحيه لمستودع الاموات. الاشياء اللي تلقات بمسرح الجريمه، قنينات الخمر، علبه السجائر كذا الى اخره، ترسلوا المعمل الجنائي. الجندارم قلبوا تما بمسرح الجريمه وبمحيط مسرح الجريمه لعل وعسى يلقاو اثار او ادله تساعدهم في البحث ديالهم. قلبوا هنا قلبوا هنا قلبوا هنا، ما لقاو حتى شي حاجه. الموس باش تضرب الضحيه ما كاينش، ما تلقاش. داروا التحريات ديالهم، سولوا هذا سولوا هذا سولوا هذا، ربما شي واحد شاف شي حاجه، شاف شكون قتل الضحيه، سمع شي حاجه، سمع صداع تما، الغوات، معيور او كذا. الدرك الملكي ما توصلوا لحتى شي معلومه تفيد البحث. ما كاينش شهود، ما كاينش اللي شاف شنو وقع تما بالضبط، شاف شكون تهجم على الضحيه. البلاصه تما معزوله بعيده على الديور، كاينه غير ديك الطريق بيس كيدوزو منها السكان تما، ديك الطريق كدي حتى لواحد الكودرون شانطي صغير. هاد البلاصه هادي فين تلقى عبد الغني مقتول جنب واحد السور، داك السور داير بواحد الارض فلاحيه كاينه جنب هاد الدرب هذا، ارض كبيره. السيد مول هاد الارض باني الدار ديالو تما، غير هو البلاصه فين تقتل الضحيه بعيده على البلاصه فين كاينه الدار. مول هاد الارض لا هو لا العائله ديالو قالوا ما سمعنا والو ما شفنا والو. السيد اللي لقى عبد الغني مقتول تما، لا هو لا العائله ديالو قالوا الوقت اللي لقاو طايح تما كان بوحدو، ما كان حتى شي حد قريب من الجثه، ما كان حتى شي حد من مسرح الجريمه. وملي هبط السيد وشافو ما بان ليه لا سيف طايح تما لا جنويه لا والو. وملي كانوا مازال جايين في ديك الطريق قبل ما يوصلوا البلاصه فين تقتل الضحيه، ما بانت لهم حتى شي حاجه من بعيد، ما بان لهم لا واش شي حد كان تما لا واش شي حد كان كيضرب في الضحيه تما، وما تلاقاو مع حتى شي واحد في الطريق كانت خاويه. الضحيه واش كان معاه شي حد في ديك البلاصه، سواء واحد او جوج او ثلاثه جالسين مقصرين، وقع مشكل بيناتهم، تخاصموا ناضوا داروا فيه ديك الحاله. واش شي واحد محلف عليه، شي واحد ما بينه وبين الضحيه شي مشكل كبير جليل تما تكرفس عليه قتلو. واش القضيه كتعلق بالسرقه؟ والدي قالوا ما عندوش تليفون وما عارفينش واش كانت عنده شي فلوس هزه معاه ولا لا. السجاله قالوا ديالو ديما داخل خارج بها. الجندارم ما عرفوش بالضبط شنو هو سبب الجريمه، واش السرقه، واش عداوه، واش شي مشكل كبير وقع تما بمسرح الجريمه، وقع ما بين الضحيه والشخص او الاشخاص اللي كانوا معاه. هادشي في حاله لا كان جالس معاه شي حد تما. الحاجه الوحيده اللي كانت بين حد الساعه وهي الحاله اللي تلقى فيها الضحيه، اللي كتاكد ان هذا او هادو اللي تهجموا على الضحيه كانت عندهم نيه القتل، ناويين يفضيو معاه بمره. علاش كيفاش حتى ما عارف. الجندارم بحثوا مع العائله ديال الضحيه، معاش دخل الدار، معاش خرج من الدار، شنو كان هاز معاه بالضبط، شكون هما صحابو اللي مرافق معاهم، شكون الاشخاص اللي موالف كيجلس معاهم كيجمع معاهم كيشرب معاهم. سولوهم واش الضحيه كان عنده شي مشكل كبير او شي عداوه مع شي حد من الدرب فين كيسكنوا، او لا مع شي حد من العائله ديالهم. في نفس الوقت الجندارم داروا التحريات ديالهم في الدرب فين كيسكن الضحيه، واش شي حد شافو جالس في ديك البلاصه، كان بوحدو كان مع شي حد. البحث اللي داروا الدرك الملكي لا مع العائله ديال الضحيه لا مع الجيران، عرفوا الجندارم ان الضحيه مرافق هو واحد الولد صاحبه كيسكن في نفس الدرب فين كيسكن الضحيه. والدي قالوا ما كيتفرقش هو وياه، ديما مع بعضياتهم، غادي جايين مع بعضياتهم، ديما مجمعين مع بعضياتهم. قالوا باللي عبد الغني خرج من الدار جويه 9 ديال الليل، الحاجه الوحيده اللي شافوه هز معاه وهي ديك السجاله، من غيرها ما عارفينش بالضبط شنو كان هاز معاه. بالنسبه لواش عنده مشاكل مع شي حد، والدي قالوا كان وقع عليه مشكل مع شي ناس جيرانهم قبال رمضان، على قبل واحد القطه مشه ديالهم مربينها. بحسب الكلام ديال والدين الضحيه، قالوا كانت جات ليه المراه وبنتها،
جاو ليه فين هي المشا فين ديتيهاش درتي ليها قتلتيها قتال المشاش كليتيها انت بنادم كتاكل مشاش الحيوان كذا كذا كذا. بداو كيعايروا فيه عايرهم حتى هو سبهم بالهضره الخاسره الفاعلات التاركات. نقزات الدريات لاحت ليه على وجهه صرفقاتو قبشاتو من وجهه وهو تعصب ضربها الكمل وجهها سخفت ضربها بكروشي الدريه طاحت سخفت. فيقا تما وشي عيالات جارتهم شدوا الدريه دخلوها للدار. شويه تجاو خوتها باها عندها جوج الخوت جاو ليهم للدار كل واحد فيهم شنو هاز في يدو. هو طلع للسطح بدا كيعير فيهم من الفوق من السطح. هبط الراجل هبط يا ما تهبط بقى كيعير فيهم من الفوق وكيشير عليهم بالطراف ديال الياجور مهرس. ملي ما هبط عندهم ما والو والدي قالوا باللي بقاو كيتحلفوا عليه بقاو كيهدوا فيه. نشدوك نديروا لك نفعلوا لك. هذا يقول ليه نصفيها لك ضربتي لي اختي تعير لي امي نقسمك على 4. خوه يقول ليه نذبحك. والدي قالوا باللي بقينا كنطلبوا فيهم ديروا غير على وجهنا داكشي اللي دار مسحوه فينا حنا. الجيران حتى هما بقاو كيطلبوا فيهم حتى مشاو بحالهم مشاو دخلوا لدارهم. من غير هادشي من غير هاد المشكل هذا قالوا باللي كانت خاصم حتى مع واحد السيد اخر عاوتاني غير مؤخرا في رمضان كان ضارب هو وياه على شي فلوس ما فلوس. والدي كان هذا هو الكلام ديالهم. في التحريات اللي داروا رجال الدرك الملكي مع السكان تما عرفوا الجندرم ان الضحيه موالف كيجلس مع داك صاحبو اللي ذكروا والديه في البلاصه فين تلقى مقتول. الناس تما ديال هاد الدرب هذا قالوا باللي موالفين كيشوفوهم جالسين مع بعضياتهم في ديك البلاصه. من غير هادشي كانوا شي ناس شي شهود اللي قالوا باللي جويت 9 ديال الليل شافوا الضحيه واقف قدام دار صاحبه واقف هو وياه كيهضروا مع بعضياتهم تما. وهاد صاحبو عطاه ميكا كحله فيها شي حاجه شنو فيها بالضبط ما عرفوش. في المعاينه الجندرم لقاو ميكا كحله في مسرح الجريمه فيها قنينه ديال الخمر. واش هي الميكانيت اللي شافوا الشهود او لا شي ميكا اخرى ما عرفت. المهم الجندرم جابوا هاد صاحبو بحثوا معاه قالوا لي عرفنا باللي فلان صاحبك ما كتفارقش انت وياه. قال مالف كتجلس معاه في البلاصه فين تقتل. قال مره كنجلسوا تما كنجمعوا بعض المرات كنشربوا تما كنكميو هادشي اللي كاين. كنتي معاه ملي تضرب عارف شكون قتلو. قال لا ما كنتش معاه وما عرفش شنو وقع لي بالضبط وما عرفش شكون ضربو. قال انا كنت في الدار ما خرجش حيت كانوا عندنا الضياف جات عندنا اختي هي وراجلها تعشاو عندنا انا ما خرجتش بقيت جالس معاهم. سولوه الجندرم شفتيه ديك الليله تلاقيتي معاه جا لعندك مشيتي لعندو. قال لا ما شفتو بالنهار مع 12 ديال النهار كنت لاقيت انا وياه في الدرب هضرنا شويه من بعد كل واحد فينا مشى بحالو من تما ما بقيت شفتو. قال في الليل ما شفتو ما تلاقيت به ما جا لعندي ما مشيت لعندو. الشهود قالوا شفنا عبد الغني هو وهاد صاحبو قدام الدار ديال هاد صاحبو شفناه حتى عطاه ميكا كحله. صاحبو قال ما شفتوش. الجندرم قالوا ليها كاين شهود قالوا باللي شافوا الضحيه معاك مع 9 ديال الليل قدام الدار ديالكم. قال لا هادشي ما كاينش. هاد الدري هذا بقى شاد في الكلام ديالو ونفى باللي عنده علاقه بالمقتل ديال الضحيه. قال انا ما عارف والو انا ما قربت ليه ما ضربته ما قتلته ما والو انا بعيد على هادشي. سولوه الجندرم شكون الدراري اللي موالف كيجلس معاهم الضحيه موالف كيشرب معاهم. قال كاينين شي دراري موالف كيجلس معاهم فلان وفلان وفلان. هاد صاحبو بقى في البحث. صاحبو ولا مشتبه فيه في الجريمه لان السيد نكر قال انا ما شفتوش في الليل. الشهود قالوا كان هو وياه واقف هو وياه قدام الدار ديالهم ديال هاد صاحبو. هو ناكر قال انا ما شفتو ما تلاقيت بيه ما والو. الجندرم جابوا الدراري اللي موالف كيجلس معاهم الضحيه كيجمع معاهم كيشرب معاهم يكمي معاهم. جابوا دوك 3 الدراري بحثوا معاهم قالوا حنا ما شفناش ديك الليله ما كناش معاه. موالفين مره كنجلسوا كنجمعوا مع بعضياتنا كنشربوا كذا الى اخره ولكن ديك الليله بالضبط قالوا ما كناش معاه وما شفناش. جوج قالوا باللي كانوا هما وشي دراري اخرين ديك الليله ما بين 9 للوحده ديال الليل. قالوا باللي كانوا جالسين مع شي دراري في واحد البلاصه اخرى في الدرب فين كيسكنوا تقريبا شي ساعه ونص هما جالسين مع بعضياتهم من 10 ل 11 ونص. من بعد مشاو المنازل ديالهم. قالوا كنا غير جالسين مجمعين كنهضروا وكنكميو ما كنا لا كنشربوا لا والو. حنا رمضان يلاه فات ما يمكنش لينا نشربوا لكن نشربوا دابا نشربوا في رمضان. وقالوا باللي هما اصلا ما مبليينش بالخمر لواحد درجه كبيره. قالوا مره فين كنشربوا. صاحبهم الثالث قال كان في دارهم. دوك الجوج تاكدوا من الكلام ديالهم شكون هما الدراري اللي كنتو معاهم فلان وفلان. جابوهم الجندارم بحثوا معاهم قالوا كانوا معانا كنا جالسين في البلاصه الفلانيه. نفس الكلام اللي قالوا دوك الجوج دراري قالوا هاد صحابهم جوج.
الدري اللي كان في دارهم عائلته قالوا كان غير في الدار ما خرجش. هاد الدراري هادو ما تلقات عليهم حتى شي حاجه. الجندارم جابوا السيد اللي كان عنده مع الضحيه مشكل، اللي قالوا والدي عنده معاه مشكل على ود شي فلوس ما فلوس، جابوه بحثوا معاه. شنو المشكل اللي كان عندك مع عبد الغني؟ علاش تخاصمتي معاه؟ علاش ضاربتو؟ هاد السيد هذا سميتو البشير، فعمره 47 عام، عنده جوج الاولاد صغار ذكور، الكبير في عمره 7 سنين، الصغير في عمره 3 سنين. هاد الراجل هذا على قد الحال، ما عندوش شي عمل قار، ما عندوش شي حرفه، ما خلى فاش خدم هنا، سبق لي باع وشرا في التقاشر، باع وشرا في الفولارات. السيد مقاتل مع الزمان كيف ما كنقولوا. في رمضان هاد المساله هذه كان كيديرها كل رمضان، عنده واحد الزماره ديال الحديد في الليل مع 2:30 2:40 دقيقه، كيدور على شي احياء، كيزمر بديك الزماره، كيفيق الناس للسحور. ملي كتبقى ديك 4 ايام 3 ايام العيد الفطر، ديك 4 ايام 3 ايام الاخر في رمضان، كيدور بنهار على دوك الاحياء، كيزمر بديك الزماره باش الناس يدوروا معاه، لانه كان كيفيقهم للسحور وباش يعطيو الفطره. اللي وقع بحسب الكلام ديالو، ركب على البيكالا ديالو ومشى كيدور في دوك الاحياء من زنقه لزنقه، خرجوا شي ناس عطاوه دوروا معاه، غير هو قلال. الوقت اللي كان كيدور غادي يتلاقى مع الضحيه عبد الغني، تلاقى معاه واقف بواحد البيكالا، واقف وسط واحد الزنقه، هاز الزماره في يدو كيزمر، وشاف واحد السيد حتى خرج من دارو مشى لعندو عطاه الفلوس، دور معاه. السيد طلع ليه الدم، مشى لعندو، اش كدير هنا؟ الضحيه دار فيه، تا مالك شغلك؟ بدا كيغوت عليه الشفار النصاب، انا اللي كنت كندور على الزناقي هنا، انا اللي كنت كنفيق الناس للسحور، فين عمرك انت جيتي لهنا؟ فين عمرك درتي في شي زنقه ولا في شي درب هنا؟ اعطيني رزقي، اعطيني فلوسي. الفلوس اللي عطاوك هاد الناس تعطيهم ليا. الناس سمعوا الغوت خرجوا. مالكم اش كاين؟ قال لهم من نهار بدا رمضان عمركم شفتوا هذا كيدور هنا كيفيقكم للسحور؟ انا اللي كندور على الزناقي هنا كاملين كنفيق الناس للسحور. شي ناس قالوا بصح احنا شفنا هذا السيد هو اللي كيدور على الزناقي هنا في الليل بالزماره ديالو كيفيق الناس للسحور. ناس اخرين تما قالوا ما عرفت، حنا ما كنعرفوش شكون فيهم كيجي بالضبط هنا، حنا جا هاد الدري كيدور بالزماره ديالو دابا كيزمر، قلنا هو اللي كيجي في الليل دورنا معاه. البشير قال للضحيه اعطيني رزقي، الفلوس اللي عطاوك هاد الناس هنا تعطيهم ليا. قال لي لا، فلوسي هادو انا اللي كندور هنا في الليل. البشير قال انا طلع لي الدم، تعصبت ضربته بالزماره الراس، جرحته في راسه، الزماره ديال الحديد جرحه في راسه. الضحيه نزل من البيكالا لاح تما، جاي لي غادي يضارب معاه، قال شدوه غير الرجال ديال الزنقه تما، شدوه صافيين على الشيطان كذا كذا، سير انت بحالك، ركب على بيكالتك سير بحالك. مشى. الضحيه بقاو شادينو الناس تما كيهدنوا فيه، هذا مشى بحالو. السيد قال هادشي اللي كاين، هذا هو المشكل اللي وقع ما بيني وبينه. قال انا ما قتلتو ما والو، انا بعيد على هادشي، انا من داك النهار ما بقيت قربت لجيتو. السيد نفى بلي عنده علاقه بالمقتل ديال الضحيه. سولوه الجندارم فين كان ديك الليله ما بين 9 لوحده ديال الليل، قال كنت في الدار. مراتو كتقول كان في الدار. كان عندكم شي حد في الدار، شي ضيف او شي حد من الجيران شاهد بلي انت كنتي في الدار؟ قالوا لا، ما كان عندنا حد. سولوه ما عاودتيش ضربتي معاه من بعد ديك الخصومه؟ قال لا، من داك النهار ما بقيت ضربت معاه ما والو. الجندارم طلقوا هاد السيد مشى بحالو، بحثوا مع الناس اللي كانوا تخاصموا معاه على ود شي قطه، جابوا الخوت بجوج، خاتهم باهم. هاد الناس هادو قالوا بلي كانوا مربين واحد القطه عندهم في الدار، ديك القطه ديال ختهم مربياها، ختهم هي اللي كتعتني بها كذا الى اخره. ديك القطه عزيزه عليها، موالفه كتخرج من الدار، كتلقى الباب محلول، كتخرج كتبقى في الزنقه تما كتلعب، ما كتخافش من الناس، مولفه على الناس كتلعب معاهم. قالوا حتى لا مشات من الزنقه من تما كتمشي كدور حتى كتعيا وكترجع للدار. حتى لواحد النهار المشا غبرات قبل رمضان، خرجات من الدار ما رجعاتش، لا داك النهار اللي خرجات فيه لا الغد ليه، المشا ما جاتش. قلبوا عليها، سولوا عليها الجيران تما، حتى واحد ما شاف ديك القطه. المشكله انه اللي سولوا على ديك القطه ربما كيضحك معاهم او كذا، كيقول لهم كون راه شواها عبد الغني وكلاها. علاش؟ لانه الضحيه بحسب الكلام ديال هاد الناس قالوا معروف في الدرب باللي كيشد المشاش كيقتلهم كيسلخهم كيشويهم وكياكلهم. كانوا حصلوه شي دراري من الدرب، هو واحد الدري من داك الدرب نيت، حصلهم في واحد الخلا شادين مش قاتلينو سالخينو وجالسين كيشويو فيه في داك الخلا.
الدري اللي كان معاه قال الدراري ولاد الدرب تما باللي عبد الغني شحال من مره كيشد المشاش كيقتلهم وكيشويهم وكياكلهم. وداك النهار اللي هما حصلوا فيه قال لهم انا غير كنت معاه ما كلتش معاه، ما عاونتو ما كلت معاه. الهضره داعت في الدرب، كلشي ولا عارف عبد الغني كياكل المشاش، كيتعدى عليهم كيقتلهم كيشويهم وكياكلهم. هاد الناس هادو كيسكنوا في نفس الزنقه فين كيسكن عبد الغني، فين كاينه الدار ديال والدين عبد الغني. ملي الناس قالوا لهم كون راه قتل عبد الغني شوها كذا الى اخره، صافي تيقوا قالوا هو اللي غادي يكون قتل المشا. ما قالوش كون راه كلات شي حاجه مسمومه في شي بلاصه وماتت، او لا قتلها شي كلب او ضربها شي حد موطور ولا طوموبيل او داها شي حد. صافي قالوا عبد الغني هو اللي غبر المشا، هو اللي قتلها، هو اللي كذا هو اللي كذا. مشات ليه البنت امها نفس الكلام اللي قالوا والدين الضحيه، مشاو ليه فين هي المشا، شنو درتي ليها، قتلتيها كليتيها، انت بنادم تاكل مشاش، الحيوان كذا كذا كذا. قالوا باللي عيرهم، بدا كيسب فيهم بالهضره الخاسره، كيسب في البنت وفي امها. الدريه قالت باللي تلاحت عليه صرفقاتو وقبشاتو في وجهه حيت عير امها بالهضره الخايبه، هو ضربها لوجهها. خوتها باها قالوا ملي سقنا الخبار مشينا ليه، طلع للسطح ديالهم بقى كيعير تما وكيشير علينا بالطراف ديال الياجور. هاد الناس قالوا هادشي اللي وقع، قالوا من تما من داك النهار ما بقينا تعيرنا معاه، ما بقينا تخاصمنا معاه، ما قربنا ليه ما والو. كنا غادي نديكلاريو بيه ملي ولا ضارب الدريه ومعير ما، كنا غنديكلاريو بيه، ولكن ملي هضروا معنا والديه وخوتو دراوش الله يعمرها دار، هو اللي خرج لهم بحال الكاك. ملي هضروا معنا والديه وخوتو طالبونا هادي صافي درنا بناقص. هاد الناس قالوا هادشي اللي كاين وهادشي اللي وقع ما بيننا وبينه. والدين الضحيه قالوا فعلا كانوا باغيين يبلغوا به، طلبناهم كذا الى اخره، داروا بناقص ما بلغوا ما والو. عمقوا معاهم الجندارم البحث مع الاب مع ولادو. ديك الليله ما بين 9 لوحده ديال الليل فين كنتو فين مشيتو فين جيتو، قالوا كانوا في الدار ديالهم، هما كاملين كيقولوا كنا غير في الدار، ما خرجنا ما مشينا لحتى شي بلاصه. الوالدين كيقولوا ولادهم جوج كانوا غير في الدار، الولاد امهم ختهم كيقولوا باهم كان غير في الدار. هاد الناس هادو كان هذا هو الكلام ديالهم. الجندارم ما لقاو عليهم حتى شي حاجه، طلقوهم مشاو بحالهم. الجندارم استمروا في البحث ديالهم، بحثوا مع هذا ما توصلوا لحتى شي حاجه. اللي وقع من بعد توصلوا الجندارم بتقرير البصمات اللي تلقات على قنينات الخمر، من غير البصمات ديال الضحيه كانوا حتى البصمات ديال صاحبه اللي مرافق هو وياه ديما هو وياه، صاحبه اللي قال انا ما شفتوش ديك الليله، عكس الكلام اللي كانوا قالوا الشهود. الجندارم واجهوه بهادشي، قالوا ليه لقينا البصمات ديالك في القراعي ديال الشراب، انت ملي ما كنتيش معاه ما شفتيش ديك الليله ما تلاقيتيش معاه، اش قرب البصمات ديالك القراعي ديال الشراب. دابا قول لنا شنو كاين، علاش قتلتي صاحبك، شنو وقع بيناتكم حتى قتلتيه؟ هاد صاحبو قال انا فعلا ما كنتش معاه وماشي انا اللي قتلته، انا ملي مشيت لعندو لقيته مضروب ميت، انا تخلعت، خفت نولي في شي مشكل كبير، نولي غادي للحبس على والو، حيتاش انا اللي موالف كنجلس معاه بزاف تما، انا اللي موالف كنشرب انا وياه تما. ملي لقيته في ديك الحاله رجعت بحالي لدارنا، ما ديكلاريت ما والو. القراعي ديال الشراب كانوا عندي في الدار، كنت مخبيهم عندي في الدار، جا عندي مع 9 ديال الليل عطيتهم ليه، قلت ليه جات عندنا اختي هي وراجلها، شحال ما شفتها غادي نجلس معاهم شويه نتعشاو هذه ونلحق عليك. بقيت جالس معاهم مجمع معاهم، تعشينا بقينا كنهضروا. ملي خرجت مشيت لعندو لقيته في ديك الحاله، ديك الساعه رجعت بحالي دخلت للدار. العائله ديالو قالوا كان في الدار، كان معانا تعشى معانا، مشى خرج ورجع، ديك الساعه رجع تقريبا، خرج شي 10 دقائق ورجع. قالوا جا عادي للدار، اختو كتقول نفس الهضره، راجل اختو كيقول نفس الهضره، هو شاد في كلامه كيقول انا ما درت والو، ها اللي وقع وها اللي وقع. رغم ذلك هاد صاحبو ولا هو المتهم الرئيسي في القضيه، انت اللي قتلتي صاحبك، لانه كذب المره الاولى قال ما شفتوش، من بعد قال حاجه اخرى، ملي تلقاو البصمات ديالو على القنينات ديال الخمر قال حاجه اخرى، الهضره اللي ذكرنا. ولكن اللي غادي يوقع، جات واحد السيده لا بريغاد جات عند الجندارم كتقول انا نسيبت فلان البشير موت مراتو، هو راه كنتو جبتوه بحثتو معاه على ود الدري اللي تلقى مقتول عبد الغني، راه هو اللي دايره هو اللي قتلو. السيده بحسب الكلام ديالها قالت باللي بنتها هي اللي قالت لها هاد الهضره هادي، قالت لها الليله اللي قتلوا فيها جا للدار دخل وعاود خرج، مشى الكوزينه هز موس جنويه وعاود خرج،
شويه اتا جا مخلوع وفي الدم حالته حاله. مالك اش كاين اش واقع؟ قال ليها فلان تلقى لي عاوتاني بغى يضربني موس، مشيت ليه ضربته قتلته. هاد المراه قالت بلي بنتها ساكنه عندها في الدار، عاطياها السفلي ساكنه فيه هي وراجلها وولادها. قالت بلي راجلها ما فحالوش، ما خدامش مزيان، كانوا مكرفسين في الكرا، عطيتهم السفليه سكنوا فيها. خرجت الكرايه وعطيتها لهم على ود بنتي، ما بغيتهاش تبقى مكرفسه هي ووليداتها. السيده قالت بنتها قالت لها هوقع وهوقع. شافت بنتها مشطونه حالتها حاله ماشي هي هذيك، ملي سولاتها مالك اش كاين، مالك غير مشطونه وعقلك ماشي معاك، ما بغاش تقول لها في الاول. ولكن ملي حكرات عليها عاودات ليها كل شيء. قالت ليها البشير هاشنو دار وهاشنو دار. قالت ليها داك خينا ما بغاش يتفرق عليه، عاود تلقى لي عاوتاني بغى يضربو بموس. البشير جا للدار هز موس ومشى ليه ضربو قتلو. قالت ليها الهضره تبقى بيناتنا، ما تخرجيهاش من فمك، ما تقوليها لحد. السيده قالت باللي فعلا عبد الغني ملي وقع ما بينه وبين سيبها البشير داك المشكل، تخاصم هو وياه، ضربو بالزماره، ما بقاش بغى يتفرق عليه، فين ما كيشوفو كيمشي ليه. السيده قالت هي ما بغاش بنتها تمشي للحبس، بنتها ساكته، ما بغاتش راجلها يمشي للحبس، وهي ما بغاش بنتها تمشي للحبس، يولي جاره معاه الحبس، نهار تشدوه تمشي معاه حتى هي للحبس. داكشي علاش جيت وقلت هاد الهضره هادي. ماشي كان معيشه في العذاب، صابره معاه في العذاب وفي القهره، وفي الاخر يجرى معاه للحبس. قالت راجل بنتها هو اللي قتل عبد الغني. مشاو الجندارم للدار، جابوا راجل بنتها البشير وجابوا بنتها، بحثوا مع المراه، قالوا لها امك جات لعندنا شنو قالت وشنو قالت. السيده اعترفت، قالت هادشي اللي وقع. قالت مشى ضربو قتلو، جا للدار فيه الدم حالته حاله، اش كاين اش واقع؟ قال لها كنت جاي فلان تلقى ليا في الخلا، بغى يضربني مموس، بغى يقتلني قتلته. سكتي ما تقولي حتى شي حاجه، حتى واحد ما شافني، سكتي، هادشي يبقى بيناتنا، يبقى هنا. ولا سولك شي حد قال لك واش كنت في الدار ولا فين كنت، قولي كنت في الدار. غسل حالته، غسل الموس، تخلص من دوك الحوايج اللي فيهم الدم. مراته قالت داك السيد متعدي، طغى علينا بزاف، حقر راجلها، ولا ديما كيتلقى ليه، كيعايرو يضربو، فين ما كيشوفو كيمشي ليه. تبرينا ليه في والديه، ما بغاش يحشم. راجلها واجهوه الجندارم بالهضره ديال مراته، اعترف باللي هو اللي قتل عبد الغني. علاش؟ قال كل ما قتلتوش انا كان هو اللي غادي يقتلني شي نهار، غدا ولا بعدو كان هو اللي غادي يقتلني، بسبب المشكل اللي كان وقع بيناتهم، خصوصا الضربه اللي خرجت من يد البشير. البشير قال انا ندمت حيت هضرت معاه داك النهار على الفلوس، وندمت حيت ضربته، انا عارف واش مكارمي سوا ما يصلح. قال بحال هادو لا بغى الواحد يتضارب معاهم خصو يعطبهم من شي قنت، يحيد ليه رجلو ولا يدو ولا يصفي ليه بمره باش هكا يسالي المشكل. لما عطبتيش ولا ما قتلتيش غادي يبقى كل مره يتلقى لك، يحقر عليك، يقدر يغدرك، يضربك. وهادشي اللي كان وقع ليا انا مع عبد الغني. وقع المشكل داك النهار، ضربته بزماره، فكونا الناس. داك النهار في الليل مشى ليا حتى للدار، يخبط في الباب، يغوت، يسب، ندير لك، نفعل لك. طليت من واحد الشرجم غير بشويه باش ما يشوفنيش. كنلقى السيد هاز جنويه في يدو، كون خرجت لعندو كون ضربني بها، كون قتلني. الغد ليه وليت كنخرج من الدار وحاضي معاه لا يغدرني ولا شي حاجه. بعد الغد ليه حضيت معاه تعيت باش ما يغدرنيش وباش ما نتلاقاش معاه، وما مشيت حتى تلاقيت معاه. جبد عليا جنويه، شدني، ضربني، تكرفس عليا، فكوني غير الناس، ماشي مشكل ضربني، كون غير سالا المشكل هنا. السيد ولا خاصو غير يشوفني، كيجي ليا كيتكرفس عليا. صيفط ليه الناس باش يهضروا معاه، باش يقيلني عليه، يعطيني اتساع، ما يبقاش يتلقى ليا والو. السيد ولا حاقرني، تبرينا ليه في والديه، ما بغاش يحشم. قالوا لي شي ناس نديكلاري بيه، قلت لهم واخا نديكلاري بيه ما غيساليش المشكل، شحال غادي تشد كاع، نهار غادي يخرج غادي يجي لي انا الاول. ديك الليله نيت كنت جاي للدار بالبيكالا معضله، ما شفتوش من بعيد، ملي وصلت لعندو شفتو، شافني ناض تما جاي ليا، هربت بالبيكالا، تبعني، حفظ الله كان سكران نايض كيتلاوط. كل ما كانش سكران ما نجي انا فين بيدالي بالبيكالا نهرب حتى يشدني، هو غيشدني غيضربني. هربت ليه انا ملي بان لي سكران وغير بوحدو، اللي طاح لي في بالي وهو نصفيها ليه ديك الليله. قلت نستغل الفرصه، ما حدو سكران وكاين بوحدو، ما غيقدي الدار معايا ما والو. هذا اللي غادي يبقى حاقرني، جي ليا حتى للدار وحاقرني قدام مراتي وولادي، ولا فين ما كيشوفني كيجي ليا كيشدني يضربني، يتكرفس عليا قدام عباد الله. دابا نيت كل ما كان سكران كون شدني ضربني. داك النهار دالي رزقي، الفلوس اللي كنت معول بها غادي نكسي وليداتي داها ليا،
عمرو ما غادي يتفرق عليا نصفيها ليه بمره نتهنى منه. السيد قال مشيت للدار، دخلت هزيت موس كبير جنويه ورجعت ليه، حطيت البيكالا في واحد الشوك ومشيت ليه على رجليا. مشيت كنتسلت ليه، بان ليا كاين غير بوحدو، قال السما الطريق خاويه، ما جاي لا موطور لا طوموبيل لا والو، ما جاي حد. تهجمت عليه بالجنويه فين ما جاتو الطاقه، ضرب 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 ضرب، ما خليتوش ينوض من بلاصتو، ضربه تابعه ضربه. في الاخر ضربتو الكرشو، خشيت فيه الجنويه المره الاولى والثانيه، صافي خليته تما وهربت مشيت بحالي. ملي دخلت للدار مراتي شافتني بحال كاك، شافت حالتي حاله، شافت حوايجي عامرين بالدم. مالك اش كاين اش واقع؟ قلت لها فلان تلقى لي عاوتاني حقرني، ضربته وقتلته. عاودت ليها شنو كاين، قلت لها ما شافني حد، كل ما قتلتوش كان هو اللي غادي يقتلني. اتفقت انا وياها تسكت ما تقول والو، وحتى لا سولها شي حد عليا فين كنت ديك الليله، تقول كان في الدار. من بعد الاعترافات ديال المتهم كيتقدم لي المحاكمه وتحكم ب30 سنه. بالنسبه للصديق ديال الضحيه تحكم بعام. إخواني وأخواتي الكرام، كانت هذه هي النهاية ديال هذه الحلقة. نتلاقوا في قضية جديدة، حلقة جديدة إن شاء الله. شكرا لكم على استماعكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.